اللهم امين يا رب. وربنا يعز هذه القناة. اللهم امين. ويفتح عليكم فتح العارفين يا رب العالمين. اللهم امين. ويبعد عنكم كل مكروه. امين يا رب. وانا يعني كنت احب ابشر حضرتك ان الحمد لله رب العالمين يعني علمت كتير تغسيل وتكفير الموتى، وكل ده في ميزان حسنات حضرتك، لان حضرتك كنت اول واحد حببتني في الموت. اللهم لك الحمد. فنفسي بقى اقول لحضرتك مجموعه يعني سؤالين 3 ان شاء الله. نعم اتفضلي. اول واحد، يعني انا اتصلوا بيا وقالوا لي ان في احد المشارح في مصر اخت انتقلت الى رحمه الله، وهم محتاجين ان انا اغسلها، وهي طبعا طب شرعي، وقالوا لي دي ماتت وهي بتزني. يا رب سلم يا رب. فانا يعني يا رب سلم. رفضت ان انا اروح اغسلها، لاني استخرت الله عز وجل وقلبي ما انشرحش. سلم. هل علي وزر ان انا ما رحتش غسلت هذه الاخت؟ سلم يا رب. تاني حاجة، الكفن. الكفن ممكن اطلعه للغني والفقير مجانا، ولا لازم اخد من الغني مال؟ نعم. اخر سؤال. نعم. صوت المرأة لو مثلا في اذاعة قرآن كريم واستضيفت في احد البرامج، هل صوت المرأة عورة انها تطلع تقول برنامج مش هتظهر؟ نعم. ممكن تتكلم في الدعوة ولا لا يجوز؟ طيب حاضر حاضر. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا ابني، خير الجزاء. اللهم امين. اسال الله ان يبارك فيك وان يجعلني واياك ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ومن المخلصين الصادقين. والحقيقه يعني السؤال الاول لامنا الغاليه الفاضله، وربما تكون الحاجه منى على ما اذكر والله تعالى اعلم ان لم اكن واهما. يعني السؤال الأول بالنسبة للأخت التي توفيت وهي تزني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. يا الله أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة السؤال معلش يعني سبحان الله كأنه أصابني بشيء من الذهول، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبعث كل عبد على ما مات عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبعث كل عبد على ما مات عليه، فمن مات على الطاعة بعث على ذات الطاعة، ومن مات على معصية بعث على ذات المعصية. ما أعرفش حضرتك متصور الموقف وعيشه بقلبك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن مات على الزنا يبعث كذلك. طيب مسألة الغسل، أمنا الفاضلة جزا الله خيرا استخارت ولم يشرح الله صدرها لذلك، لا إثم عليها إن شاء الله ولا حرج. لكن هل لو ذهب أحد من أخواتنا لتغسيل هذه المرأة التي توفيت وهي تزني ولا حول ولا قوة إلا بالله تأثم؟ لا، لا تأثم، لا تأثم. ما يدريك، ما يدريك. فلا أعلم على الإطلاق طوال تاريخ هذه الأمة أن هناك زانيا أو زانية دفن بغير غسل لزناه أو لكبيرته، فلو تقدمت أخت لتغسيلها فلا إثم عليه ولا حرج. في الوقت الذي أقول فيه وأنا مطمئن لا إثم ولا حرج على أمنا الفاضلة إن كانت قد استخارت ربها ولم يشرح الله صدرها هي لتغسلها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن المتوفى أعليه دين أم لا، فإن قالوا نعم قال صلوا أنتم على أخيكم وليصلي هو، لكنه لا يمنع غيره من أن يصلي عليه. ولذلك قال علماؤنا لا حرج لبعض أهل الفضل وبعض أهل العلم إن امتنع عن الصلاة على ميت لأمر ما أو لسبب ما، من باب أن يكون ذلك رادعا لأهل العصاة ولأهل الذنوب، لكن لا يمنع الآخرين من التغسيل
أو من الصلاة عليه. وهذا ما تعرف عليه يعني المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والله تعالى أعلم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. طيب اسمحوا لي أن أستقبل اتصالا خارجيا وأعود للإجابة على السؤالين الأخيرين.